قصة الدور المسكوت عنه. قبل ما نبدأ عايز أوجه رسالة شكر حقيقية من قلبي لأخويا وصاحبي وأكبر داعم ليا بعد ربنا، وهو يوسف حاتم استاتيوس. أنت مش بس سند، أنت القوة اللي بتدفعنا أكمل واللي دايما بترجعني لطريقي وقت الضلمة. شكرا إنك دايما جنبي. نرجع لمرجوعنا، شد السماعات واقفل النور وخد نفس عميق، لأنك دلوقتي داخل على قصة مش زي أي قصة. البيت اللي هتسمع عنه دلوقتي جواه دور محدش اتكلم عنه لحد ما هما فتحوه. البيت اللي ما بيرحبش بحد. الموضوع بدأ فجأة. ورقة من محامي غريب بتقول إن حسين ورث بيت قديم من عمه اللي عمره ما شافه، بيت فوق تبة في قرية بعيدة اسمها السرايا. الناس اللي هناك كانوا بيقولوا إن البيت ده مش طبيعي، واللي بيدخله بيغير حياته أو بيخسرها. حسين مهتمش، كان شايفها فرصة يخلص من الإيجار والزحمة ويعيش مرتاح. خد مراته منى وبنته الكبيرة هبة، كان عندها 21 سنة، وابنه الصغير محمد وده كان عنده 10 سنين، وراحوا. أول ما دخلوا البيت حسوا بحاجة غلط. هدوء يخوف، وريحة كأن حد كان لسه موجود، والحيطان متشققة والسقف عالي قوي. بس الإحساس اللي فيه كان غريب. هبة قالت من أول لحظة أنا حاسة إن في حد فوق بيتفرج. منى قالت لها مفيش فوق غير الدور التالت المقفول من زمان، ما تكبريش الموضوع. بس في نفس الليلة البيت بدأ يتنفس. اللي فوق مش نايم. في نص الليل منى صحيت على صوت طقطقة خشب فوقها، صوت خطوات تقيلة بتمشي فوق السقف. قامت تشوف، لقت الباب الخلفي مفتوح، بس الأغرب إن المراية اللي في الممر كان باين فيها ظل طويل وراها، واختفى أول ما لفت. هبة صحيت مرعوبة وقالت إنها شافت واحدة ست واقفة على باب أوضتها، بس لما قامت اختفت. محمد كان ساكت طول اليوم، وفجأة قال لمامته الراجل اللي فوق بيعيط وبيقول إن في واحدة شبهها رجعت تاني. حسين قال كله أوهام، بس الصبح لقى الكراسي مقلوبة والأبواب مفتوحة والباب الخارجي مقفول بالمفتاح من جوه. البيت كان بيصحى لوحده. السر تحت الأرض. هبة قررت تفتش لحد ما لقت باب صغير ورا المطبخ بيودي لقبو. نادت على محمد ونزلوا. الضلمة كانت تقيلة، لكن في آخر القبو لقوا صورة قديمة لست شبه هبة بنسبة مرعبة. محمد قال بصوت واطي هي دي اللي فوق، بس وشها لما شفتها كان متآكل. فجأة سمعوا صوت جر خشب، حاجة بتجري وراهم. جروا يطلعوا، الباب قفل وراهم فجأة. صوت في ودن هبة قال رجعيني فوق، أنا لسه مستنية. الدور اللي محدش طلع منه. منى قابلت ست كبيرة من البلد، قالت لها انتي ساكنة في بيت عبده؟ مراته اختفت فيه ومحدش لقاها، وكان بيقول ان الدور اللي فوق اتفتح بالغلط، وان اللي ساكن فيه مش بيرحم بس بينتظر اللي يشبهه. رجعت البيت مرعوبة، لكن هبة بدأت تسمع صوت الست في ودنها كل ليلة انتي هي، بس المرة دي هكمل فيكي. في الليلة دي محمد اختفى، دوروا عليه مفيش الا صوت خطوات فوق، والدور اللي محدش بيطلعه بابه كان مفتوح. النهاية اللي ما بترجعش. هبة طلعت فوق، الدور كله ضلمة، بس كانت شايفة محمد قاعد في آخر الطرقة، وشه مش طبيعي وعينه فاضية. قال لها هو اختارك علشان تكملي، اللي فوق محتاج يخلص، المرة اللي فاتت اتقطعت. في آخر الطرقة في باب كبير، وراه كان في جثة متفحمة على الأرض، بس كان لسه فيها شعر هبة من صورتها القديمة. فجأة خرج من الضلمة كائن مش مفهوم، وشه بيسيح، جسمه بيهتز، بيمتد في الضلمة. ولما لمس هبة كل صور البيت اتغيرت، بقت هي في كل حتة. منى بتصرخ، وحسين واقع على الأرض نصه اتحرق، ومحمد بيسحب نفسه ناحية الباب. وهبة خرجت، بس اللي فوق كان معاها. رجعت تبص على البيت من بعيد، والشباك اللي في الدور التالت كان مفتوح، في وشها بيبص لتحت.
لو وصلت لهنا فانت فتحت باب ما يتقفلش، باب من الدور المسكوت عنه، الدور اللي بيختار اللي زيه ويفضل ساكن فيه حتى لو خرجت. لو حسيت ان في حد بيبصلك من فوق وانت لوحدك، افتكر انك سمعت القصة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تفضل دايما اول واحد يفتح باب الحكاية الجديدة في زل الحكاية. الرعب مش بيخلص. كان معكم يوسف حمدي من قناة زل الحكاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.